كل لما بنزل فيديو اتكلم فيه عن البوردة بتاعت الموبايل المكسورة وازاي ان احنا نقدر نصلحها بان احنا نعمل لها عملية سواب ونقل الاي سيهات من على البوردة المكسورة لبوردة تانية سليمة، الاقي تعليقات كتير بتجيلي بتقولي يعني ما الموضوع ما يستاهلش، والعميل خلاص المفروض يشتري تليفون جديد وبالاي كلاود يقدر ان هو يرجع بياناته. الكلام ده صح وغلط، فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اوضح النقطة دي، لان ممكن مش كل الناس فاهماها. الاي كلاود بيديك 5 جيجا باك اب، ان انت تاخد باك اب 5 جيجا فقط فري. انت التليفون لو مساحته 64 جيجا، 128 جيجا، 256 جيجا، فانت بتنسخ منهم بس 5 جيجا على الاي كلاود. يعني لو التليفون باظ وانت اشتريت تليفون تاني بداله ورجعت الباك اب النسخه الاحتياطيه بتاعت الاي كلاود، مش هيرجع لك غير ال 5 جيجا بس. عشان كده موضوع السواب ده بيكون حل لناس كتير هي عايزه تحتفظ بالداتا بتاعتها اللي على التليفون. مش كل الناس عارفه ان في حاجه اسمها اي كلاود باشتراك شهري بيدفع له حوالي 200 جنيه او 300 جنيه على حسب المساحه التخزينيه اللي انت عايز تستخدمها. ولنفترض ان انت عندك شويه بيانات انت ما عملت لهمش باك اب على الاي كلاود ومحتاجهم، فساعتها لو انت رميت التليفون وعملت استعاده للباك اب اللي على الاي كلاود، فاخر بيانات انت ما عملت لهاش نسخه احتياطيه مش هترجع على التليفون. وده كان فيديو صغير كده بوضح لكم فيه أهمية عملية السواب، وللناس اللي هي معترضة على موضوع السواب هو حل احنا بنقدمه غالي، غالي، لكن في ناس عندها انها تحتفظ ببياناتها، ده حاجة مهمة جدا وتسوى اكتر من المبلغ اللي هتدفعه في صيانة التليفون. بشكركم جدا، مع السلامة.